ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البيتزا بطريقه سهله وبسيطه. كان طعمها حلو جدا وكانت هشه، احلى كمان من اللي بناكلها بره واكيد اوفر. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه هنبدا نعمل العجينه. هنحط كوبايه ونص من الميه الدافيه، معلقتين من السكر، باكت خميره. هنقلبهم مع بعض كويس جدا. هنحط حوالي معلقتين من الزيت. هنضيف كيس من اللبن النيدو. اللبن النيدو بيعزز الطعم وبيخلي طعم العجينه بتاعتي حلو. وبعد كده هحط كوباية من الزبادي. الزبادي بيساعد ان العجينة تكون هشة وطرية. هنقلب الزبادي كويس كده، هندوبه. وبعدين هجيب حوالي كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، اللي هو الدقيق الفاخر. هنحط عليه رشة من الملح، رشة زعتر مجفف بيخلي طعم العجينة حلوة جدا وزي بتاعت بره بالظبط. هنبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا بالتدريج كده. انا هنا كنت نسيت احط معلقة من البيكنج باودر، حطيتها معاكم. هننزل بالدقيق بتاعنا بالتدريج وهنبدأ نعجن. لو احتاجنا طبعا مية هنزود مية دافية لحد ما هنوصل لقوام كده بيكون طري معانا. انا نزلتها على الرخامة عشان اعرف اعجنها كويس. عجنتها حوالي 7 دقايق مش اقل من كده. كل ما بنعجن البيتزا بتاعتنا بتكون احلى وبتكون اهش. سيبناها في مكان دافي حوالي ساعة عشان تخمر. وهنبدأ نعمل اول صوص معانا. نزلنا في طاسة معلقتين من الزيت، فصين من الثوم. اول ما نشم ريحة الثوم هننزل بمعلقتين كبار من معجون الطماطم او صلصة الطماطم. وهننزل بمعلقتين كبار من الكاتشب. هنزودهم ربع كوباية من المية. هنحط التوابل: ملح، فلفل اسود، زعتر مجفف. وبكده اول صوص معانا هيكون جاهز. هنبدأ نعمل تاني صوص معانا اللي هو صوص الرانش. هنعمله بطريقة سهلة جدا وهيعجبكم. هنحط معلقتين من المايونيز، معلقتين من الزبادي. هنقلبهم مع بعض كويس جدا وهنبدأ ننزل بالتوابل. بتكون عبارة عن ملح، فلفل اسود، توم باودر، شبت مجفف وبقدونس مجفف. طب ما عندناش شبت مجفف وبقدونس مجفف، هنجيب عادي فريش وهنحطهم حوالي دقيقة ونص، دقيقتين في الميكرويف. هينشفوا معانا وهيبقوا مجففين. هننعمهم بايدينا كده وهنحطهم. لو حسينا ان الصوص خفيف بنزوده معلقتين من اللبن وبكده بيكون الصوص جاهز معانا. هنا دي العجينة بتاعتي بعد ما خمرت زي ما انتم شايفين كانت هشة جدا. بنخرج منها الهواء وبنبدأ نقسمها لكرات متساوية او زي ما نحب على حسب حجم الصينية بتاعتنا. انا هنا خدت كورة عشان هشكلها، دي اول صينية معايا. في ناس بتحب العجينة بتاعتها تكون سميكة وفي ناس بتحبها تكون رفيعة. انا بحبها بصراحة تكون وسط. انا هنا جبت الصينية اللي هعمل فيها، دهنتها بالزيت وحطيت رشة من دقيق السميد. جربوا الرشة بتاعت دقيق السميد دي، هتفرق جدا في طعم البيتزا وقوامها من تحت زي بتاعت بره بالظبط. هنبدأ بقى نعمل فتحات كده في البيتزا بالشوكة عشان نخرج الهواء منها. هنبدأ نضيف صوص الرانش. انا هنا كان عندي قطعتين من صدور الفراخ، حطيت عليهم توابل: ملح، فلفل، 7 بهارات، زعتر، توم باودر. وقلبتهم في معلقتين من الزيت بيكونوا جاهزين معانا. هنبدأ ننزل بالبصل. حطيت مشروم معلب وحطيت فلفل. طبعا التوبنج بتاع كل واحد، يعني كل واحد يقدر يشيل اللي هو مش بيحبه ويحط اللي هو بيحبه. انا هنا حطيت عليها جبنة ميكس. ودي كانت اول بيتزاية معايا. هنبدأ نعمل تاني بيتزاية. انا البيتزا التانية عملتها بالسلامي. انا حبيت بس اوريكم افكار، لكن طبعا كل واحد دي حرية شخصية يحط اللي هو عايزه على حسب ما بيحب وعلى حسب رغبته. ممكن نعمل البيتزا باكتر من طعم، ممكن بس نعملها نكتفي ان احنا نعملها بشوية جبن موجودين عندنا في التلاجة. برضو دهنت الصينية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالزيت ورشة من دقيق السمين. هنبدأ نعمل كده الاطراف، نرفع الاطراف شوية عشان الصوص ما يخرجش بره اللي احنا هنحطه، وعشان مفيش اي حاجة من التوبنج عموما تخرج بره. انا هنا عملتها بالسلامي وعملتها بالمشروم. نقدر نعملها بالسوسيس، نقدر نعملها بالسجق، نقدر نعملها بالسي فود، بالتونة. نقدر نعملها بحاجات كتير جدا. في الوقت ده انا كنت بجهز الفرن. الفرن على درجة حرارة سخنة جدا. البيتزا لازم تدخل الفرن على درجة حرارة اعلى درجة حرارة في الفرن عشان ما بتاخدش وقت خالص. ما بنسيبهاش في الفرن كتير عشان ما تنشفش معانا. انا هنا كنت نسيت احط الزيتون فرجعت حطيته. وهنزود الجبن عليها من فوق.
وبكده البيتزا بتاعتي هتكون جاهزة. تقريبا ما بتاخدش 10 دقايق، ربع ساعة في الفرن، ما بتاخدش وقت خالص البيتزا وبتكون جاهزة. ده شكل البيتزا بعد ما خرجت من الفرن. كانت الريحة خطيرة وكانت هشة جدا وطعمها جميل. جربوها بالطريقة دي هتحبوها جدا. انا هنا قدمت البيتزا بتاعتي مع كول سلو. لو حابين تشوفوا الطريقة استنوني في الفيديو الجاي. زي ما انتم شايفين البيتزا بتاعتي كانت هشة وطرية. لو عجبكم الفيديو لايك على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، هسيب لكم اللينك في اول كومنت.